السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة يوم جديد معايا من الدايت الصحي او الرجيم الصحي. انا طبعا بطبقه مع الصيام المتقطع، واللي معرفش يعني ايه صيام متقطع اتكلمت عنه كتير جدا، وهو باختصار ان احنا بنصوم 16 ساعة وبناخد وجباتنا كلها في 8 ساعات، وفي ناس بيزودوا ساعات الصيام ل20 ساعة وبياكلوا وجباتهم كلها في 4 ساعات. بس طبعا يا جماعة اللي لازم يطبقوا لازم تكون صحته كويسة، مش بيعاني من اي حاجة، ولا ضغط ولا سكر ولا اي مشكلة يعني، ولا حمل ولا رضاعة. تمام، عشان طبعا ساعات الصيام دي، وطبعا اثناء الصيام ده بنشرب ميه كتير جدا براحتنا، مفيش مشكلة خالص. ممكن نعمل القهوة اللي هي الحارقة للدهون اللي هي بقطعة الزبدة في الصيام المتقطع او الكيتو دايت، يعني هي لا اما في الصيام المتقطع لا اما في الكيتو دايت. وطبعا نشرب ميه كتير جدا على قد ما نقدر اثناء الصيام، مفيش مشكله خالص. ونشرب مشروبات من غير سكر زي نسكافيه بلاك او كلاسيك اللي هو ساده من غير لبن ولا سكر. ينسون، قرفه، شاي، زنجبيل، اي حاجات بقى تكون سعراتها بسيطه، مش حاجات فيها سعرات. وطبعا نشرب ميه كتير. واثناء الاكل طبعا لازم يكون اكل صحي، نقلل نشويات، نقلل دهون، نقلل سكريات، مش اللي هو عاملين دايت وخلاص بنمنع الاكل في ساعات معينه ونيجي ساعه الاكل ناكل كل اللي احنا عايزينه. لا طبعا، اكيد برضو مش هيديكي نتيجه. دي بس ملحوظه حبيت اوضحها لكم. وان شاء الله دلوقتي هفطر. انا عملت بيض عيون كده بقطعه زبده صفراء يعني قليله، كنت عامله للبيت كله، واخدت واحده، ودي شريحه توست اسمر وخيار وطماطم. وعملت النسكافيه بتاعي بحليب طبعا، زي ما تعودنا بنعمله بحليب خالي الدسم. لو مش عندك بتزودي شويه ميه سخنين عليه او ميه مغليه وتكملي الباقي لبن او بتخففيهم يعني. واستخدمت فيه سكر دايت اللي هو الايز سويت ده، كويس جدا. في انواع طبعا تانية برضو كويسة، مش شرط النوع ده اللي انت بترتاحي له يكون خالي من الاسبرتام. انا دلوقتي استخدمت نصه بس، وده النص التاني على فكرة. بطبقه كده وبسيبه لما اجي يعني اشرب حاجة تانية. انا في الطبيعي ما بشربش يعني حاجة تاني، مثلا الا لو عملت كوباية شاي عليها عصرة ليمون بعد الغدا بساعة ولا حاجة، بقوم لا اما محليها بشوية سكر من اللي هو ده، واحيانا باخد شاي بليمون من غير اي سكر. هو طبعا الطعم بيبقى مر شوية بس عادي، بشربه، مفيش مشكلة عندي. تمام. فده الفطار دلوقتي ان شاء الله. وطبعا الساعة دلوقتي 12، هبدأ اكل الساعة 12، وان شاء الله اوقف اكل الساعة 8 مساء. دي حسب الساعات اللي مناسبة ليكي. ممكن طبعا انتي تبدأي من بدري، تبدأي من 10 الصبح وتنهي اكلك الساعة 6، بس انا برجح دايما ان احنا نبدأ متأخر اكل علشان الجوع بالليل. وبالذات لو انتي ممكن تكوني بتسهري بسبب اطفال، بسبب اي سبب عندك بتسهري عشانه، فلازم نحسب الموضوع ده. لو انت بتسهري او بتنامي متاخر، خلي اكلك دايما متاخر شويه علشان ما تجوعيش بالليل. يعني توقفي اكل متاخر حتى لو هتسهري بعدها ساعتين 3. طبعا ده طبيعي لانك لازم يعدي 16 ساعه، مش معقوله هتنامي 16 ساعه كلهم. في ساعات بتبقى قبل النوم وساعات بعد ما بتصحي بتصوميها. فالاحسن رتبي حسب نومك وصحيانك. هل انت نشيطه ولا كسلانه وبتصحي متاخر؟ هو طبعا الصيام المتقطع الرجيم الوحيد اللي بيخليكي تقدري تعملي دايت وتخسي وانتي ملخبطه نومك، او بتنامي متاخر وتصحي متاخر. ان شاء الله نتقابل في الوجبه الجايه. دلوقتي ان شاء الله هجهز الغدا معاكم. والنهارده هعمل غدا شعبي او غدا خفيف جدا جدا، وهعمله بطريقه صحيه. النهارده هعمل مسقعه، بس هعمل حاجة حلوة جدا. البدنجان ده هشويه في الفرن، والبطاطس كمان هعملها في الفرن بمعلقة زيت واحدة بس. طبعا البتنجان معروف ان هو من حاجات اللي بتشرب زيت جدا لو انتي قلتيها، فطبعا كلنا بنجيلنا نفس المسقعة وبيبقى نفسنا ناكلها، سواء عاملة دايت او سواء حتى بتحافظي على وزنك بعد ما وصلتي لوزن معين. فانا النهاردة هعملها معاكم بطريقة صحية جدا جدا، وهعمل معاها بطاطس مهروسة. طبعا البطاطس هي قطعتها صوابع، والبدنجان بقشره وبقطعه برضو. هنشوف هنعمله ازاي في الفرن مع بعض. وكمان هنعمل بطاطس مهروسة بتبقى جميلة جدا. طبعا احنا اتكلمنا ان البطاطس سعراتها نشويات قليلة، يعني البطاطساية المتوسطة 80 سعر، يعني اقل من اي نشويات تانية، وكمان ليها فوائد حلوة جدا. فان شاء الله النهاردة هيبقى هعمل غدا بسيط، بطاطس مهروسة بزيت زيتون. وطبعا سلقت كده جبت حلة قطعت فيها بطاطساية. طبعا الكمية دي مش ليا لوحدي، ل3 افراد، طبعا انا هاخد منها كمية بسيطة. دي بطاطساية كبيرة سلقتها وحطيت عليها شوية ملح، حطيتها في مية
وطبعا هغطي الحله لحد ما الميه تبتدي تغلي، وبعد كده بكشفها بسيبها تكمل سوا براحتها يعني. تمام. بحط بس نقطه ملح كده، شويه ملح صغيرين. دلوقتي انا هدخل البدنجان الفرن صينيه كده، وبدهنها معلقه واحده من الزيت، يمكن اقل من معلقه كمان. طبعا الطريقه دي حلوه جدا، بتخليها خفيف خالص، المسقعه خفيفه، والبتنجان ما بيشربش اي زيت. بحطها كده في الفرن، احط البتنجان برصه في الصينيه دي. وبرده البطاطس هعملها بنفس الطريقه. ولو انت حابه تعملي البطاطس تسلقيها نص سلقه في الاول، بعد كده ترجعي تحمر، يعني تحطيها في الفرن برضو تتحمر. بس انا المره دي استسهلت وقلت هحطها على طول من غير سلق. طبعا البتنجان بعد ما رصيته هحط كده على وشه بس دهنة زيت خفيفه جدا جدا من بواقي اللي هو في الفرشه، يعني مش هحط زيت جديد خالص، من بواقي الفرشه. وطبعا كده كده انا هحطه في الفرن، ومن وقت للتاني لما يحمر على الناحيه التانية هقلبه الناحيه التانية برضو، مع ان انا هكون مولعه من فوق ومن تحت، بس انا بحبه كده يتحمر من الصينيه نفسها. ودي البطاطس حطيتها زي ما هي بعد ما اتقطعت في الصينيه. هحط عليها شويه ملح صغيرين، وممكن برضو تستغني عن الملح ده، لان كده كده احنا هنعمل صلصه بتوم يعني، فمش ممكن نحط عليها الملح. هحط عليها رشه فلفل اسود. وطبعا استخدمنا الطريقه دي لعمل بطاطس الشيبس العاديه جدا. هحط بقى معلقه زيت او نص معلقه زيت خفيفه جدا، حطيت نقطه بس، واقلبها فيها، يعني حطيت نقطه لا تذكر، اقل من معلقه كبيره. وهقلبها. طبعا انا مستخدمه بطاطسايه واحده برضو. لو انت عايزه تكبري الكميه حطي بطاطستين، او ممكن تكتري كميه البتنجان. يعني انا مستخدمه بتنجانتين كبار، بس للاسف هما بعد السوا حجمهم بيصغر شويه. انت ممكن تحطي 3 أو 4 حسب الكميه اللي انت عاوزه تعمليها. بجد الطريقه دي حلوه جدا. دلوقتي هعمل الصلصه. حطيت حوالي برضو معلقه زيت واحده بس. وهعمل الصلصة فيها. طبعا المسقعة معروفة الناس بيعملوها بكمية زيوت غريبة، البطاطس مقلية والفلفل مقلي والباذنجان مقلي، وبيعملوا كمان الصلصة في زيت كتير، فطبعا بتبقى سعراتها عالية قوي. هحط الثوم المتقطع حوالي فصين او 3 توم، وهحمره طبعا لحد ما لونه يصفر وريحته تبقى جميلة كده، مش هسيبه لما يتحرق. طبعا الثوم من الحاجات اللي في ثواني بتلاقيه احمر، فنخلي بالنا ونوطي النار. عايزه اقول لكم برضو ان السعرات بتاعتها بتبقى اقل كتير جدا، عشان في ناس ممكن يقولوا لي ازاي مسقعه وهناكلها. طبعا احنا نعملها كده طريقه صحيه جدا، ان الكميه دي كلها معلقتين زيت مثلا على الوصفه كلها، هتوزعيها على الكميه، مش عليك انت لوحدك. تمام. وطبعا انا مستخدمه زيت دوار شمس. في ناس بيحبوا يطبخوا بزيت زيتون، بس انا مش بحب اسخنه عشان يعني يقال ان هو غلط، فممكن تعمليها بزيت زيتون، هو اخف. دلوقتي انا بعد ما الثوم اتحمر هنزل بالطماطم، هحط عليها ملح وكمون طبعا. تمام. وبعد كده بقى بغطي عليها لحد ما بتتسبك. انا ما بنزلش الحاجات اللي هي البتنجان والبطاطس والفلفل والحاجات دي كلها الا لما تتسبك، يعني تكون نص الصلصه. طبعا هحط دلوقتي الملح والكمون. عايزه اقول لكم كمان ان طبعا في ناس بتحب تعملها باللحمه، انا برضو بحبها جدا باللحمه المفرومه، بس طبعا احنا عاملينها يوم كده نريح من اللحوم. برضو الواحد مثلا بيبقى واكل لحمه او سمك او بط او حاجات من دي. تمام. او لحمه، فيعني الواحد كده ايه يريح كده يوم في الاسبوع او يومين مثلا، حسب ما انتي بتحبي. وتحطي تعملي اكل شعبي، يعني مش شرط الدايت تاكلي كل يوم لحمه وفراخ، لا، ممكن يوم تونه، ممكن يوم مثلا تكوني عامله حاجه تاخدي معاها بيض مسلوق او جبنه قريش. يوم مثلا يكون نباتي تعملي اكل نباتي، كفته حمص، او تطبخي حمص تعملي مسقعه كده، يعني مش شرط اللحوم يا جماعه. دلوقتي خلاص البطاطس اهي جميله جدا وطعمها حلو، يعني ممكن حتى تتاكل كده لو انت عامله دايت وعايزه تاكليها جنب الاكل. بس طبعا هي برضو بيبقى فيها زيوت بس قليله جدا، والزيت اهو متحمر وجميل مشوي ومفيهوش ريحه الزيت، يعني حاجه بسيطه قوي اللي احنا حطيناه في الصينيه. وفي ناس كمان ممكن تستغنى عن الدهان دوت اللي هو في الصينيه، كله حسب ما انت عاوزه. الناس اللي هيدخلوا يقولوا لي انت ده فيها زيت ودايت ومش دايت، انتوا حابين تعملوها اعملوها، مش حابين تعملوها في الدايت ما تعملوهاش، اعملوها لو انتوا مثبتين وزنكم. بس دي الحكايه كلها. بطاطس اهي بعد ما استوت وقشرتها وسبتها تبرد شويه، احط عليها رشه كمون. طبعا هي فيها ملح فمش مفروض، يعني انا مش هحط ملح. هبتدي بقى اهرسها بالهراسه. البطاطس دي جميله جدا في الهرس، وسهله جدا جدا، بتهرسها على طول. وبعد كده بقى احط عليها زيت الزيتون، بتبقى جميله جدا. عندك بقدونس، عايزه تحطي عليها بقدونس حطي بقدونس، بس انا كنت لسه عاملاه امبارح. طبعا انا ما صورتكوش امبارح، كنت عامله كفته ومكرونه
انا اصلا مصورش اليوم بتاعي امبارح، معلش كنت تعبانه وكده. هحط زيت زيتون، حوالي معلقه زيت زيتون. زيت زيتون بكر بيبقى جميل جدا في طعم البطاطس، بجد احلى كتير واخف كتير. هركن طبعا الطبق ده كده على جنب خلاص. انا قلت لكم ممكن تحطوا طبعا بقدونس، في ناس بيحبوا يحطوا عليها توم بس انا مش بحب بصراحه. في ناس بيعملوها ببيض وزبده، دايما كنا نعملها كده، بس طبعا دي بتاكل جدا، تكون كلها زبده وبيض وكده. كانت مامتي تعمل البيض بالزبده عادي، وبعد كده تقوم هرس عليه البطاطس، بتبقى اكله تحفه. وتهرسهم كلهم مع بعض، بس للاسف بقى بتبقى سعراتها كتير يعني. فانا قلت الاحسن اعملها بزيت زيتون. دلوقتي بعد ما الصلصه اتسبكت كده حوالي نصها، طبعا انا بحب انزل حاجه معاها تكمل تسبيك وهي فيها. في ممكن لو انت مش عايزه الحاجه تتهري وعايزاها تفضل يعني مثلا صحيحه كده زي ما هي، تسيبيها لحد ما تتسبك خالص. بس انا نزلتهم، وهوطي النار عليهم بقى واسيبهم مع بعض في الحله واغطي عليهم. طبعا هقلبهم كده الاول علشان الصلصه تيجي عليها كلها، واسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي تمام. ممكن كمان تعملي جنبها حمص او سلطة حمص. في ناس على فكرة بيعملوا اكلة كده زي المسقعة، بس هي مش بتبقى مسقعة، هي بتبقى بدنجان بس مشوي برضو. بيعملوا معاه فول صويا منقوع وبيطبخوه معاه في الصلصة دي، اكلة نباتية يونانية. باذن الله ممكن ابقى اعملها معاكم ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. فول الصويا على فكرة بديل حلو جدا للحوم، وطعمه قريب من اللحمة كمان. دلوقتي خلاص الاكل جاهز معايا، قطعت خيار ودي بطاطس المهروسه والمسقعه الجميله اهي. شوفوا شكلها حلو جدا. طبعا الكميه صغرت وقليله لان انا عامله بتنجانتين بس مع انهم كبار. طبعا انت لو انت عيله كبيره ممكن تكتري عن كده. تمام. انا شايفه ان الكميه دي مناسبه لينا جدا كاكله خفيفه، غدا خفيف في يوم، يعني مش شرط كل يوم نقعد نعمل اصناف كتير. وده الخيار اهو. وطبعا هيتاكلوا بعيش. انا بحب دايما طبعا الاكله دي ما بتتاكلش غير بعيش. طبعا ممكن تاكل عيش بلدي، توست، عيش، اي عيش يكون صحي. اي ممكن تاخدي عادي معاها توست. طبعا ده الاكل بتاعي اهو. طبعا بما اني هاخد يعني معلقتين بس بطاطس، فاحط كمان ربع رغيف. ممكن انت تاخدي بقى نص بطاطسايه مثلا وتستغني عن العيش خالص، او تعملي بطاطسيه كامله ليكي، بس طبعا ما يبقاش المسقعه فيها بطاطس مثلا. وتاخدي كميه زيوت قليله، ممكن تقللي زيت الزيتون. تمام. وممنوع العيش، او ممكن تاخدي معاها اي حاجه تانية، خضار سوتيه برضو. بس انا طبعا اكتفيت بالمسقعه دي والبطاطس معلقتين وال وطبعا جنبهم خيار والربع رغيف عيش. واخر حاجه بقى طبعا الزبادي زي ما تعودنا. على فكره انا اخدت سناك بعد الغدا بساعتين، كان 2 كيوي، ثمرتين كيوي. الكيوي على فكره من الحاجات اللي بتحرق دهون، وكويس جدا برضو للتخسيس، من الفاكهه المفيده للتخسيس، وسعراته قليله. وده طبعا اخر حاجه الزبادي، زي ما قلنا ممكن تاخدي زبادي بليمون، تاخديه ساده. الزبادي مفيد جدا للهضم، وفعلا الزبادي بليمون حلو قوي للبطن. وفي فيديو اللي فات اتكلمت فيه عن ازاي نخسس البطن بحاجات بسيطه ممكن نخليها عادات يوميه في حياتنا. ان شاء الله تخلي بطننا خاسه، ومش هيخلي فيه كرش خالص، وهتنزل بعد الولاده. وكمان نهتم بالرياضه وشرب الميه يا جماعه. وان شاء الله هنعمل تحدي قريب جدا.